السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سمير أمارة، امتياز علاج طبيعي. النهاردة الفيديو رقم 2 في كورس الأرثوبيديك بتاع رابعة علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ. المرة اللي فاتت أخدنا الفيديو الأولاني بتاع Introduction to Musculoskeletal Assessment. تمام. هو المفروض يعني حاجة شبه الاسسمنت دي تاخد اكتر من فيديو، ولكن انا مش عايز احيد او ادخل في سكة تانية غير المنهج، علشان الناس بتوع علاج طبيعي كفر الشيخ رابعة المفروض هما بيسمعوا الفيديوهات دي، والمفروض يعني هما بيذاكروا منها. فانا مش عايز يعني ممكن نعمل حاجة اسسمنت كورس لوحده فيما بعد، ولكن الغرض من السلسلة دي الكورس بتاع رابعة كفر الشيخ. تمام. الاي اللي هتظهر لكم فوق دلوقتي ده لينك الفيديو، اللي ما سمعهوش المره اللي فاتت ممكن يقدر يرجع له تاني. النهارده الفيديو رقم 2 ونبدا في المواضيع المهمه. اول موضوع معانا الفروزن شولدر، وزي ما قلت المره اللي فاتت النهارده او بدايه من الموضوع بتاع النهارده هناخد ميكس ما بين الكتاب بتاع الكليه وميكس وجزء تاني انا اللي بعمله. ولكن عذرا يعني انا بقالي يوم تقريبا ما نمتش، داخل في 24 ساعه ما نمتش، يعني ممكن اكون بسقط وانا بشرح الفيديو يعني. فعذرا يعني لو ده حصل. نبدا بقى نشوف مع بعض الفروزن شولدر. الفروزن شولدر ده حاجه او مرض بيأفكت شولدر جوينت، اسمه ليه اسم تاني اسمه ادهيزيف كابسولايتس. تمام، من اسمه ايتس وادهيزيف. تمام، هنشوف يعني ايه الكلمتين دول دلوقتي. الفروزن شولدر طبعا ده حاجه كرونيك، يعني بيطول معانا شويه. زي ما قلنا من شويه ايتس يعني انفلاميشن، كابسولايتس وبيحصل طبعا فايبروزس في الكبسول بتاع الجلينو هيومرال جوينت. ومش بس الكبسول، لا ده بيضرب الليجامنت معاه، يبقى الشولدر كله كده شولدر جلينو هيومرال جوينت بالكبسول بالليجامنت بيتماسك في بعض كده، عارف اللي هو ايه، حاجة كده ماسكة ملبشة في بعضها كده. تمام، ده تعريف بالبلدي يعني ايه فروزن شولدر. تمام، الفروزن شولدر حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا بتميزه إن في ليميتيشن في الباسيف وفي ليميتيشن في الأكتيف شولدر رينج أوف موشن. تمام، يعني مش أكتيف بس، علشان لو أكتيف بس يبقى ده مش فروزن شولدر. ولكن طبعا في ليميتيشن في الاكتيف والباسيف. ليه في ليميتيشن في الباسيف؟ عشان احنا عندنا كميه فايبروزس رهيبه ماسكه او ضربه الكبسول بالليجامنت، فده عمل ليميتيشن في الباسيف رينج اوف موشن. يعني دلوقتي تيجي تحرك المريض او تخلي المريض هو اللي يتحرك، فيه ليميتيشن، فتيجي انت تحركه فيه ليميتيشن. المريض لما يتحرك وما قدرش يتحرك، ما ممكن تكون المصل فيها ويكنس مي قادر، او في حاجه تانية مثلا زي الشولدر امبنجمنت، تيجي يرفع كده مش قادر يرفع يعمل ابدكشن. تمام، او لما يجي يرفع على مثلا 90 درجه ابدكشن يجي له بينفول رينج. ولكن هنا في ليميتيشن في الاكتيف والباسيف. بما ان في ليميتيشن في الباسيف رينج اوف موشن، يبقى في مشكله في الحاجات الباسيف ستراكشرز، ومن ضمنهم الليجامنت والكبسول. تمام، اتمنى يكون التعريف وصل لكم. يبقى الفروزن شولدر حاجه كرونيك في انفلاميشن، الانفلاميشن ده في فايبروزيس، الفايبروزيس ضرب الكبسول والليجامنتس، في ليميتيشن في الباسيف وفي ليميتيشن في الاكتيف، وحتى الان هو ملهوش underlying cause معروف. تمام، زي ما اتعودنا المرات اللي فاتت احنا بناخد الابيديميولوجي بتاعه والباثوفيسيولوجي والاناتومي قبل اي موضوع كحاجه تمهيديه. الفروزن شولدر هو للاسف، يعني هو مش للاسف، المهم يعني هو بيبقى اكتر في الومن، وبيكون موجود اكتر في الناس يعني اللي داخلين على ستينات كده، يعني من 40 ل 60، يعني هم مش شباب. ممكن نعتبر 40 ده شباب عشان محدش يزعل، يعني 40 ل 60 فيميلز. الباثوفيسيولوجي ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه الميكانيزم اوف انجري. ممكن هو حاجه برايمري
او بيسموه idiopathic يعني بدون سبب، هو ظهر كده ملهوش سبب واضح. تمام. وطبعا اي حاجه ملهاش سبب هما بيسموها idiopathic. ممكن بوست تروماتيك، واحد اخد تروما فحصل هيلينج بروسيس فبيدخل في فروزن شولدر، كابسولايتس وفايبروزس وكلام من ده. او بوست سيرجري، يعني بوست سيرجري يعني تكاد تكون هي بوست تروما، علشان هو فيه جرح وهيلينج وكده. تمام. يبقى هو يا تروما يا بدون سبب يا بعد عمليه. الباثو اناتومي، هناخد الاناتومي دلوقتي في السلايد رقم 2 دلوقتي. الباثو اناتومي هو انفلاميشن. الانفلاميشن ده فيه كميه كبيره من فايبروبلاست. الفايبروبلاست بيحصل لها بروليفريشن، يعني بتترسب في الجوينت كبسول وبتضرب معاها الليجامنت، فبيؤدي ان كل الستراكشرز دي بتمسك في بعضها. تمام. فلما تمسك في بعضها الاستراكشرز دي كلها، الليميتيشن او الرينج اوف موشن هيحصل فيه ليميتيشن. ومش بس الاكتف زي ما قلت لك، لا، الاكتف رينج اوف موشن والباسيف رينج اوف موشن. وزي ما قلت لك هو بيضرب الليجامنت برضه، ومعاه روتيتور كاف انترفال. هنشوف دلوقتي الروتيتور كاف انترفال. الاسوشيتد كونديشن طبعا بيبقى مشهور اكتر او واحد عنده سكر، وبالاخص ست واحده فيميلز عندها سكر، في الغالب فروزن شولدر. تمام. الديبيوترينج ديزيز ده حاجه بتيجي في الهاند، بيبقى فيه ثيكنينج في الفاشيا تحت الهاند، ومعاها شويه فايبروزس، فبيؤدي الى ان في ديفورميتي بتحصل في الهاند، في فليكشن، كونتراكشر شويه كده. تمام. ده بالنسبه للاسوشيتد كونديشن. البروجنوزس زي ما قلت لك من شويه هو طبعا بيصيب اكتر الناس اللي عندهم دايابيتس، ف لو مريض عنده دايابيتس بيبقى الاوتكمز بتبقى مش كويسه شويه. وحاجه اسمها سيلف ليميتد ديزيز، يعني ايه؟ يعني المرض بيبدا بياخد فتره معينه وبيخف. تمام. هو سيلف ليميتد ديزيز. الاناتومي عندنا صورتين، يعني الصوره دي هنشوف الصوره دي برضو. الصوره دي دي سابسكابيولاريس ماسل. تمام. والليجامنتس بتاعت الشولدر جوينت. في الرسمه دي احنا عندنا الكلافيكل. تمام. وده الكراكويد بروسيس، وده الاكروميون. تمام كده. ودي طبعا الهيومرس بتاعتنا. عندنا شويه ليجامنتس، بيبقى ان دي الكلافيكل، ودي الكراكويد بروسيس، كراكو كلافيكولار ليجامنت. تمام. كونويد وترابيزويد ليجامنت. ده اول ليجامنت معانا. في ليجامنت رابط ما بين الكلافيكل وما بين الاكروميون، يبقى اكروميو كلافيكولار ليجامنت. تمام كده. في ليجامنت تالت رابط ما بين الكراكويد والاكروميون، يبقى اسمه كوراكو اكروميال ليجامنت. ده ليجامنت رابع معانا اسمه جلينو هيومرال ليجامنت، وده الاكبر او الجزء الاكبر من الليجامنتس، يعني اسمه جلينو هيومرال ليجامنت. يبقى معانا 4 ليجامنتس هنقولهم تاني. دي كلافيكل، دي الكراكويد، يبقى اكروميو كلافيكولار، كوراكو كلافيكولار، كوراكو اكروميال، جلينو هيومرال. الجلينو هيومرال ده بينقسم ل3 اجزاء: superior وميدل وانفيريور. الانفيريور زي ما هو مكتوب هنا بينقسم ل3 اجزاء برضه: جزء anterior وجزء ورا، تمام، وجزء axillary. تمام. اللي هو اسمه الاكسيلري فولد، اللي هو الجزء او الاكسيلري باوتش، اكسيلري باوتش، الجزء اللي هو شبه الحاجه البارزه هنا كده. تمام. كل الليجامنتس دي طبعا بتساعد في الاستابيليتي بتاعه الشولدر جوينت. طبعا دي بس في ستراكشرز بتساعد في الاستابيليتي. ذكرنا من شويه حاجه اسمها روتيتور كاف انترفال، ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها تبع الفروزن شولدر هنشوفها في التريتمنت بتاع الفروزن شولدر الفيديو الجاي. هنعمل ستريتشنج للروتيتور كاف انترفال. بص معايا كده، المثلث ده اسمه روتيتور كاف انترفال. هو بيقولك تريانجولار ريجن او تريانجولار سبيس، مساحة مثلثية الشكل ما بين حاجتين. السؤال ده ممكن تسأله عملي
انا مش عارف نظام الدكتور طبعا بتاعكم، ولكن في ناس في دفعتنا يعني كانت سألت هاو تو ستريتش روتيتور كاف انترفال، وكان طبعا عليه درجة يعني عظيمة يعني. المهم المثلث ده ما بين دي طبعا سابسكابيولاريس ماسل ودي سوبراس باينيتاس، الجزء اللي فوق ده يبقى superior border of subscapularis muscle، الجزء ده سوبراس باينيتاس anterior border of supraspinatus باينيتاس muscle. المسافة دي كلها كده اسمها روتيتور كاف انترفال. تمام. طبعا هو بيقول لك بيكونتين الكراكو هيومرال ليجامنت والجزء السوبيريور من الجلينو هيومرال ليجامنت. تمام. طبعا الروتيتور كاف انترفال بيتاخد مع الكبسول والليجامنت. يبقى الروتيتور كاف انترفال تاني المسافة ما بين superior border of subscapularis muscle والانتيريور border of supraspinatus. قلت لك من شوية idiopathic وبوست تروماتيك وبوست سيرجري، نفس الكلام هنا. التايبس برايمري ده unknown cause بيؤدي الى بقى ايه الفايبروبلاستيك proliferation الى histological changes في الجوينت كبسول والجوينت ليجمنت. secondary adhesive capsulitis حاجة تبع التروما او بوست سيرجري او واحد عنده دايابيتس مثلا. الكلينيكال ستيجز قلت لك من شويه سيلف ليميتد ديزيز بيمر باكثر من مرحله وفي الاخر بيخف. اول مرحله اسمها فريزنج او بينفول ستيج. المرض عموما يعني الفروزن شولدر حاجه جراديوال، يعني بيبدا قليل وبيزيد وشويه يقل تاني. جراديوال يعني هو مش فجاه واحده كده هوب تلاقي، لا ده هو حاجه جراديوال. البينفول ستيج دي بتقعد من 6 أسابيع ل9 شهور. ده يعني هو اساسي فيها بينفول ستيج، عشان كده سموها بالاسم. فروزن او ستيف يعني اتحولنا من البينفول كونديشن للرنجات بدأت تقل علشان الادهيجن بدأ يزيد. لو انتم ملاحظين هي واخده من الجزء ده، يعني هي اواخر الجزء البينفول ستيج من 4 أسابيع ل9 شهور فاكثر. ثاونج ستيج دي بقى المرحله الاخيره ممكن تصل ل26 شهر، يعني ممكن تعدي سنتين وشويه. يبقى الكلينيكال ستيجز بينفول ستيج وستيف ستيج وثاونج ستيج. اول مرحله تخص البين، طبعا بيبقى فيه شويه ليميتيشن برضو. البين بيقل شويه والليميتيشن بيزيد. بعد كده في اخر مرحله الكونديشن او السيمبتومز بتبدا تقل لحد ما يوصل لمرحله يعني قريبه من نورمال موشن وكده. البرزنتيشن، المريض جاي لك طبعا قلت لك من شويه او مش من شويه، قلت لك من ثانيتين بالظبط بينفول. اول حاجه البين ده حاجه جراديوال بيزيد. البين ده ممكن يصحيك من النوم لو انت نايم، ممكن يصحيك من النوم بالليل، الم في الشولدر بتاعك. البين ده بيبقى not relieved by the rest، يعني انت قاعد كده مستريح في بين برضه. هو البين في اول مرحله بين شديد severe. بيدخل بعد كده painful movement، ده يبقى البين في الريست بيختفي، ولما تيجي تحرك دراعك البين بيبدأ يزيد. وبيكون منطقة البين على الدلتويد ماسل عند الدرماتوم بتاع C5، يعني على الدلتويد على طول. البين بيبقى اكتر مكان موجود فيه عند الدرماتوم بتاع C5، او هو البين طبعا مش بيتبع الباترن بتاع الدرماتوم، ولكن المنطقة دي بتكون اكتر مكان موجود في بين. انتقلنا من مرحلة البين للرنجات. الرنجات زي ما قلت لك في البداية خالص اكتف رينج اوف موشن بيتأثر، باسيف رينج اوف موشن بيتأثر. سيمترية ما بينهم، سيمتريك لوس اوف اكتف وباسيف، يعني مش واحد بيتأثر والتاني ما بيتأثرش، لا هما الاتنين بيتأثروا. وحاجة مميزة جدا للفروزن شولدر الاكسترنال روتيشن، ده اكتر رينج بيتأثر فيهم. تمام. دي نقطتين. النقطة التالتة هو بياخد الرينجات كلها uniform limitation of all shoulder movement. هو
مش بياخد يعني حركة والتانية لا، هو الشولدر كله بيبقى كله فيه ليميتيشن بالتساوي. ممكن بعد كده يدخل في مرحلة ما من الويستنج للسكابولار ماسل لو المرض دخل في حتة الكرونيستي لمدة طويلة، ده ممكن يدخل في حالة من الماسل ويستنج، مايلد ماسل ويستنج للسكابولار ماسل. الكورس اوف ديزيز زي ما قلت لك هو المرض جراديوال، تمام، وبعدين بيبدأ يقل ولكن slow spontaneous recovery، يعني هو المرض ممكن يخف، ياخد سنة عشان يخف فأكثر. وقلت لك من شوية هو البين في الأول بيزيد، بعد كده البين بيبدأ يختفي والليميتيشن بتزيد. ليه الليميتيشن بتزيد؟ علشان في structures فيها فايبروتيك او فايبروزس جامد، في فايبروبلاست اترسبت او حصل لها بروفيليشن في الجوينت، فالبين اختفى ولكن الفايبروبلاست والحاجات دي ما زالت موجودة، فالبين بيحصل له سبسايد leaving glenohumeral stiffness، يعني فيه ليميتيشن ما زال موجود. في لما تيجي تعمل له اكزامينيشن في الاكيوت ستيج، تيجي تحرك المريض بيجي عند رينج معين ويقفل، هو مش عايز يتحرك. زي ما قلت لك المره الفيديو اللي فات، امتي اند فيل، المريض هو اللي بيوقف الرينج بسبب بين. ده في حاله الاكيوت ستيج. في حاله السب اكيوت ستيج في طبعا موشن ريستريكشن، كابسولار اند فيل. كابسولار اند فيل لما تيجي تعمل تجيب الاند رينج او الرينج الاخير من الموشن كانك بتعمل ستريتش لقطعه من الجلد. كابسولار اند فيل في سب اكيوت ستيج. الحاجات دي ممكن تكون مهمه في الامتحان بالنسبه لكم، انا طبعا اكيد يعني لازم تفهموا الاول وتجاوبوا عادي. يعني في الاكيوت ستيج ممكن يقول لك الاند فيل ايه؟ الاند فيل في الاكيوت ستيج امتي اند فيل، وفي السب اكيوت ستيج كابسولار اند فيل. الحتتين دول مهمين. في اكسسوري موشن ليميتيشن زي ما قلت لك المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، في فيسيولوجيكال موفمنت في الشولدر واكسسوري موفمنت في الشولدر. الفيسيولوجيكال موفمنت يعني فليكشن، اكستنشن، ابدكشن، ادكشن، كلام من ده. اكسسوري موفمنت زي جلايدنج وسبيننج. في الفروزن شولدر في من ضمن الاكسسوري موفمنت اللي بتتاثر anterior glide للجلينوهيومرال جوينت وانفيريور جلايد، هما الاثنين دول بيتاثروا في الفروزن شولدر مع الباسيف والاكتيف موفمنت في الشولدر عموما. هتيجي تعمل له شويه ستاديز. الستادي دي خاصه بشغل الاندوكراين، يعني بقى دايابيتس وكده، فانت تعمل له الستاديز ميتابوليك بانل واندوكراين لابس، مش خاصه بينا قد كده. الانفستيجيشن هتعمل له اكس راي، وغالبا الاكس راي دي مش هتبين طبعا، يعني هي مش هتبين اكيد حاجه للفروزن شولدر، ولكن ممكن تبين لك حاجه تانية في الشولدر لو في ديسلوكيشن او في اذر تروما تو اكسكلود از شولدر كونديشنز. ممكن تعملها اي بي فيو وسكابولار واي فيو. معنى سكابولار واي فيو يعني انت لو بصيت او جبت فيلم او ممكن تكتب على جوجل سكابولار واي اكس راي فيو، لو كتبت على جوجل واي اكس راي شولدر هتلاقي الشكل ده شكل واي فعلا. ده ممكن تعمله في الفروزن شولدر وهتلاقي شويه استوبينيا، تمام. طبعا هو زي ما قلت لك هي مش هتبين عنده فروزن شولدر ده اكيد. يعني ارثروجرافي انت بتحقنه صبغه وبتصور وبتشوف، ده حاجه نورمال. ده الاكسيلاري باوتش اللي انا قلت لك عليه من شويه، او الاكسيلاري فولد اللي هو كان جزء من الجلينوهيومرال ليجامنت، تمام، وخاصه الجزء الانفيرور من الجلينوهيومرال ليجامنت، تمام. فانت بتحقن وتشوف الكميه اللي انت حقنتها قد ايه. فنورمال بياخد 20 30 مللي. هنا بقى ده الابنورمال، شايف واخد قد ايه؟ تقريبا الربع او التلت. 5 من 20 ل 30 بقت من 5 ل 10 تقريبا التلت، تمام. ده بسبب ان في لوس اوف اكسيلاري باوتش، طبعا بيبقى فيه لوس اوف سب سكابولار بيرزا واللوس بتاع الشيز بتاع البايسبس تندون. كده احنا خلصنا فيديو النهارده. هنبص بصه سريعه جدا ونرجع تاني. الفروزن شولدر حاله جت نتيجه ايه؟ ان في
histological change نتيجة إن في inflammation. الانفلاميشن ده رسب فايبروبلاست في الكبسول وفي الليجامنت، فحصل بسببه ليميتيشن في الرنجات. الليميتيشن ضرب الاكتيف وضرب الباسيف. عموما فروزن شولدر ده ملوش underlying cause. تمام. بيبقى اكتر في الناس الستات 40 ل 60 سنه. ميكانيزم اوف انجري ممكن يبقى لوحده كده او واخد او بوست تروماتيك او بوست سيرجري. تمام. ده الباثو اناتومي لسه قايل لك عليه من شويه. بيبقى اكتر في الناس اللي عندهم دايابيتس، والناس اللي عندهم دايابيتس ده عندهم worse outcome. الاناتومي الليجامنت طبعا بتنضرب كلها، وخاصه الجزء بتاع الاكسلري باوتش لسه قايل لك عليه من دقيقه بالظبط، والروتيتور كاف انترفال. طبعا الفانكشن بتاعت الليجامنتس كلها stability. الروتيتور كاف انترفال دي المسافه ما بين الجزء الفوقاني من السبسكابولاريز ماسل والجزء اللي قداماني من سوبراسباينيتاس ماسل. تمام. الجزء ده بيعدي فيه، ممكن السؤال ده يجيلك في الامتحان، ايه الحاجات اللي بتعدي من الروتيتور كاف انترفال؟ كوراكو هيومرال ليجامنت وسوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت. سوبيريور عشان هو طبعا فوق. تمام. ده طبعا الميدل وتحت الانفيريور. سوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت. تايبز برايمري، وقلت لك من شويه برايمري وتروما وكده. كلينيكال ستيجز بيبدا ببينفول ستيج، بعد كده الرنجات تبدا تقل، بعد كده بيرجع نورمال. البين بتاعه موجود على الاوفر دلتويد ماسل. البين ممكن يصحيك من النوم. البين ما بيروحش مع الريست. البين بيبقى سيفير ايكينج بين. البين في الموفمنت مع الوقت البين مع الريست بيقل، والليميتيشن بتبدا تزيد. الليميتيشن لما بتبدا تزيد في سيمتريه ما بين الاكتف والباسيف. كل الرينجات مضروبه، اللي كسرنا روتيشن اكتر رينج مضروب. فيما بعد في اخر المرض يعني، او في اخر مرحله من الكرونيستي، ممكن يبقى فيه mild wasting للسكابولار ماسلز. الكورس ده طبعا gradual disease، والريكفري بتاعه slow spontaneous recovery. ممكن يدخل او ممكن يعدي سنه في العلاج يعني، او الريكفري بتاعه. في مرحله الاكيوت طبعا في بين جامد، بين سيفير بين، هيدخل في امتي اند فيد. المريض هو اللي بيوقف الرينج. في سب اكيوت ستيج مع الموشن ريستريكشن هيبقى فيه كابسولار اند فيل. الاكسسوري موفمنت انفيريور جلايد وانتيريور جلايد. الكام نقطه دول بتوع البرزنتيشن مهمين جدا جدا جدا. الانفستيجيشن هتعمل له اكس راي، وده طبعا مش هيبين لو كان في فروزن شولدر او لا. الارثروجرافي انت بتحقن صبغه وبتقيس مقدار الكم اللي انت حقنته في الشولدر. غالبا 20-30 مللي ده نورمال كاباسيتي بتاعت الشولدر. 5-10 ده اب نورمال، بسبب ان في لوس في الاكسلري باوتش او الاكسلري فولد. الاكسلري باوتش ده جزء من انفير جلينو هيومرال ليجامنت. تمام كده احنا خلصنا. المفروض يعني خلصنا النص المحاضرة التانية. اخدنا الديفينيشن والبليميولوجي يعني الحاجات النظرية في الاول. هيبقى فاضلنا العلاج التريتمنت هناخده المرة الجاية، وغالبا الفيديو او الفروزن شولدر هيكون 3 فيديوهات، لان الفيديو الجاي هناخد الكلام اللي مشروح في المحاضرة. الفيديو التالت ده هيبقى حاجة بونص كده انا عاملها. البونص ده هيكون انا كاتب بروتوكول او مجمع بروتوكول من مراجع بالصور، وهيكون في شيت بالبروتوكول لو حد محتاجه. اشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.